مساء الخير، ازيكم؟ لسه مكملين مع ديلي تابينج روتين. النهارده هنشتغل على الاحساس اللي بحسه لو حد قال لي ان انتي مش فاهمه، او اللحظه اللي انا ببقى فاهمه فيها حاجه معينه والشخص التاني بيقول لي لا انتي كده تبقي مش فاهمه. نحس الشعور في اللحظه دي ونتنفس مره واحده ونشوف الشعور شدته كام وانت مع بعض. برغم ان انا في اللحظه دي ببقى متاكده ان انا فاهمه، الشخص التاني بيقول لي إن أنا مش فاهمة، أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. رغم إن أنا في اللحظة دي بقى متأكدة إن أنا فاهمة، الشخص التاني بيقول لي إن أنا مش فاهمة، أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا بحس بالرفض قصاد إن رؤيته إن أنا مش فاهمة، أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. أنا بحس بالرفض تجاه إن هو شايف إن أنا مش فاهمة. أنا بحس بالرفض لما يقول لي إن أنا مش فاهمة، عشان أنا أصلا حاسة إن أنا فاهمة. وفي فعلا موديل في عقلي بيشرح لي الكلام اللي هو بيقوله. برغم إن أنا بحس بالرفض الشديد إني أسيب اللي أنا فاهماه عشان أسمع اللي هو بيقوله، بحب نفسي تماما وأقبلها. برغم إن أنا بحس بالغضب، مش عشان هو قال إن أنا مش فاهمة، عشان هو طالب مني إني أسيب اللي أنا أوريدي فاهماه and to be open to receive something else، بحب نفسي تماما وأقبلها. برغم ان انا بحس بالغضب عشان اللي انا فاهماه طلع مش هو ده اللي انا المفروض ابقى فاهماه، بحب نفسي اقول انا بحس بالغضب علشان انا مش عايزه افهم اللي هو بيقوله، مش عايزه ابقى فاهمه اللي هو بيقوله. انا عايزه اللي انا بقوله يطلع هو ده البلان، ومش عايزه ابقى فاهمه حاجه تانية، لاني مش عايزه انفذ اللي هو بيطلبه، مش عايزه اغير الاندرستاندينج بتاعي. بحب نفسي تماما واقبلها بدون، برغم ان انا مش مشكلتي ان هو قال لي ان انا مش فاهمه، مشكلتي انه بيطلب مني اسيب اللي انا فاهماه وافهم حاجه تانية، بفهم نفسي تماما واعملها بمفردي. برغم ان الرفض اللي جوايا تجاه ان انا اسيب اللي انا فاهماه وافهم حاجه تانية وممكن اكون محتاجه اني انفذها، بفهم نفسي واعملها بمفردي. انا عندي مشكله اني اسيب اللي انا اوريدي فاهماه عشان افهم اللي هو بيقوله. انا مش عايزه افهم اللي هو بيقوله ده خطر على المفاهيم المعتقدات القديمه اللي عندي، وانا عايزه احتفظ بالمفاهيم والمعتقدات القديمه اللي عندي. عشان كده انا محتاجه احمي القديم بتاعي وارفض اني افهم اللي هو بيقوله. بحب نفسي تماما واقبلها بالمنطق. برغم ان انا محتاجه ارفض اللي هو بيقوله، محتاجه ما افهمهوش، بحب نفسي تماما واقبلها بالمنطق. برغم ان انا محتاجه ما افهمش اللي هو بيقوله، بحب نفسي تماما واقبلها بالمنطق. برغم ان انا بحس بالامان، بحس شعور ايجابي من الاحتفاظ بمفاهيمي ومعتقداتي القديمه، بحب نفسي تماما واقبلها بالمنطق. كل الفيري جود ريزون ان انا مش عايزه افهم اللي هو بيقوله. اي وندر ايه المكسب اللي انا باخده من الاحتفاظ باللي انا فاهماه، والشيلد اللي انا بحطه عشان امنع نفسي من اني استقبل حاجة جديدة ممكن تكون اجدد او احدث او افيد ليا من اللي انا فاهماه زمان في الماضي. بحب نفسي تماما واقبلها بمنح، برغم ان انا مش عارفة انا ليه رافضة افهم اي حاجة تانية غير اللي فهمتها زمان. بحب نفسي تماما واقبلها بمنح، برغم ان انا عندي very good reason من رفض التغيير، ان انا مش عايزة استقبل حاجة جديدة. بحب نفسي تماما واقبلها بمنح، برغم ان انا باخد قيمتي من اللي انا فهمته زمان، وبحس ان انا لو سبت وفهمت حاجة تانية هبقى بسيب جزء من الانر فاليو بتاعتي. بحب نفسي تماما واقبلها بمنح.
أنا باخد قيمتي من إن اللي أنا فاهماه زمان ستيل فالid. كل المكسب اللي باخده من الاحتفاظ باللي أنا فاهماه من زمان. كل المكسب اللي أنا باخده من اختيار إني ما أغيرش اللي أنا فاهماه زمان. كل المعاني اللي أنا بستقبلها من الإصرار إن أنا اوريدي فاهمة، عشان يتوقف عن إنه يحاول يفهمني اللي هو عايز يفهمني. كل المكسب من إني بقنعه إن أنا فهمت عشان أروح أنفذ اللي موجود في عقلي أوريدي. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون، برغم إن أنا شايفة إن أنا عندي مكاسب من المحتوى اللي أنا فاهماه، ولو فهمت أي محتوى تاني هخسر المكسب ده. بحب نفسي أقبلها بدون، برغم إن أنا باخد المعاني من الفهم القديم مش باخدها من طاقة إلهية. بحب نفسي تماما وأقبلها، برغم إنه هل أنا عايزة آخد المعاني من اللي أنا كنت فاهماه زمان، ولا عايزة آخدها من طاقة إلهية. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون، برغم إن أي حاجة باخدها من فكرة معينة أو من مصدر معين ممكن أخدها من طاقة إلهية. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون، برغم إنه هل أنا عايزة المعاني القديمة، عايزة الكونسبت القديم أو الأندرستاندينج القديم، ولا أنا عايزة المعاني اللي باخدها من وراه. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود، برغم إن أنا لو ضمنت إن كل المعاني اللي باخدها من الحاجة اللي أنا كنت فاهماها قبل كده ومش عايزة أسيبها، هاخدها برضو من طاقة إلهية. حتى لو فهمت الجديد ممكن يكون في احتمال إن أنا أفتح إتاحة إني أفهم الجديد. بحب نفسي تماما وأقبلها، برغم إن أنا لو ضمنت إن أنا مش هخسر حاجة. كل المكاسب اللي كنت باخدها من الفهم القديم بتاعي هفضل أخدها، حتى لو فهمت القصد الحقيقي اللي الآخر بيقصده. ممكن أفتح إتاحة إن أنا أفهم اللي هو عايزني أفهمه. بحب نفسي تماما وأقبلها، برغم إن أنا دلوقتي لو ضامنة إن أنا أستقبل كل المعاني من طاقة إلهية، فأنا دلوقتي بسمح إني أغير المصدر، وبدل ما اخد من المفاهيم القديمة بتاعتي اخد من طاقة إلهية. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. كل الهيلينج ريكوايرد، كل الهيلينج ريكوايرد، كل الهيلينج ريكوايرد. أنا الآن اخترت إني أحتفظ بكل المعاني اللي باخدها من الطريقة القديمة اللي فهمت بيها، وأقبل إني أفهم المعاني الجديدة. بحب نفسي بقى. أنا بختار إني أفهم اللي يتقال لي من بره. بحب نفسي من المعلومات. أنا الآن بختار إني أبقى بفهم الجديد. بحب نفسي من المعلومات. كل المعاني اللي وهي معايا أختار إن أنا أفهم الجديد. كل المكاسب اللي باخدها من طاقة إلهية دلوقتي عشان أختار إني أبقى قادرة إني أفهم الجديد بأمان. كل الاطمئنان اللي أنا محتاجة أستقبله والقيمة اللي أنا محتاجة أستقبلها في عقلي عشان يكون عندي اختيار إني أستقبل إدراكات جديدة غير الموجودة القديمة في عقلي وأنا قافلة عليها. كل المعاني اللي وهي معايا أختار أبقى بفهم، أختار أستقبل قصد الشخص اللي قدامي، وإن أنا فعلا أحسسه إن أنا فعلا I got his point بصدق حقيقي وبدون تمثيل. كل المعاني اللي وهي معايا أقدر أعمل اختيار جديد إن أنا فعلا أبقى شخص بيفهم لما شخص تاني يكلمني، وابتدي فعلا يشوف إيه المكسب من الأبروتش الجديد، واختار إن أنا أضمن إن الفهم الجديد ده أقدر أوظفه لمصلحتي. بحب نفسي تماما وأقبلها بنفسي. أنا الآن اخترت إني آخد مصلحتي من إني أبقى شخص بيفهم بمنتهى السهولة أي
approach جديد مختلف عن اللي في عقلي، باحب نفسي تمامًا وأقبلها بكل قلبي، وباختار إن أنا I curious I wonder إزاي الapproach الجديد ده ممكن يكون بيخدمني أكتر من اللي فات، إزاي ممكن يكون اللي بيتعرض عليَّ ده خير ليّا ومصلحة ليّا، هل ممكن أقبل ويبقى اللي فهمته خير ليّا ومصلحة ليّا، أستقبل الفهم ده من طاقة إلهية، وأحب نفسي تمامًا وأقبلها بدون حدود. أتنفس مرة واحدة، بادخّل في 7 باطلّع في 7 وباشوف أنا دلوقتي مختارة أفهم كام، لو أقل من 7 من 10 باعيد الsession تاني، لو أكتر من 7 باعيد الsession تاني بكرة الصبح. تصبحوا على خير.